اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، صحه وسعاده، اللهم امين يا رب العالمين. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبدا فيديو النهارده وروتين جديد ويوم جديد، وهنعمل احلى فطير مشلتت. طريقه سهله وبسيطه. معانا كيلو دقيق، معانا ذرة ملح، يعني كيلو دقيق وذرة ملح، وهنعجنه بالمية زي ما انتم شايفين، ولا هنحط اي حاجة تاني معاه مع الملح والدقيق. مفيش اي مكون تاني ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. وهنعجن العجين زي ما انتم شايفين، عجنة حلوة كده. لازم العجين ياخد حقه في العجن زي ما انتم شايفين. طبعا هنعجن لت حلوة كده زي ما انتم شايفين. نفضل نعجن فيه كده لحد ايه ما نعمل له، يعني نخليه يبقى عجنة حلوة خالص زي ما انتم شايفين كده. وهنسيبه بعد ما نعجنه، نسيبه يرتاح حوالي 10 دقايق كده. لازم تسيبوه يرتاح 10 دقايق زي ما انتم شايفين. طول العجينة عجينة حلوة خالص وهشة وطرية، ولا يعني لازم عجينة الفطير تكون طرية، ما تكونش ايه تخينة، عشان ايه تعرفي تفرديها على ايه على الصينية او على الترابيزة او الرخامة، على اي حاجة عندك. طبعا انا غطيته واسيبه يرتاح شوية، وبعد كده هنبدأ ايه نقطعه عشان نفرده. طبعا سيبناه يريح حوالي 10 دقايق، وهنحط السمنة ونبتدي نقطعه قطع صغيرة زي ما انتم شايفين. احنا هنعمل حوالي مش 3 فطاير، يمكن انا ليا فترة عاملة مصورة الفيديو. يعني هنعمل حوالي يمكن 3 فطاير او 4، هنشوف كده معاكم. بس انا متهيألي كده 3 فطاير. زي ما انتم شايفين. معلش انا كنت تعبانه والله، واخده دور برد تقيل وتعبانه، فايه ما قدرش انزل لكم فيديوهات. بحاول ان انا اقدر انزل فيديوهات اليومين اللي جايين ان شاء الله. والله الواحد تعبان، عنده واخد دور برد شديد، وبروح باخد جلسات على ظهري، فالواحد تعبان خالص. الحمد لله على كل حال، ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا زي ما انتم شايفين قطعنا الفطير اهو، وقطعناهم حوالي، هنعمل حوالي 9 قطع او 10 قطع من العجين. نعمل 10، هيطلع 10 قطع هم زي ما انتم شايفين كده. هنعملهم برضو ونتركهم يريحوا شويه. برضو لازم تسيبوهم يريحوا، ما تعجنهمش ما تفردوش على طول، لان لو فردت على طول مش هيفرد معاكي. طبعا انا هبتدي افرد على طول لان انا كربانه على الفرد، فانا هفرد بسرعه على طول، فما هيتلجوه ما يفردش بسرعه، فهضطر اسيبه شويه يريح معايا. طبعا جبنا الصينيه وهنفرد عليها، لان مش هتنفع الترابيزه زي ما انتم شايفين. الترابيزه عليها مفرش وترابيزه ازاز مش هتنفع، فاحنا هنفرد على الصينيه اللي قدامنا دي. والصينيه طبعا هناخد براحه فيها في الفرد، وزي ما انتوا هتشوفوا احنا هنفرد فرد جديد، يعني طريقه جديده خالص غير اللي احنا بنفردها كل مره. انا هفرد الفطير واحطه على بعضيه واسيبه يرتاح، وبعد كده افرده كله على بعضيه تاني. هتشوفوا معايا الطريقه، يعني انا بقول لكم برضه هتشوفوا الطريقه. والفطير طبعا سهل وبسيط، ولا ليه مكونات ولا اي حاجه، يعني ولا في مقادير ولا اي حاجه، هو ملح وخلاص. يعني تحطي بكيلو دقيق مع مع ذره ملح حوالي نص معلقه ملح، تحطيه على الدقيق وتبتدي تعجنيه بالميه. بس الدقيق زي ما انتوا عارفين انواع. طبعا ده دقيق قمح عادي، يختلف خالص عن دقيق الناس اللي بتجيبه دقيق. في ناس بتجيب دقيق الفطير، وناس بتقول انا عايزه دقيق معجنات، يعني على حسب انت ما عايزاه. بس انا طبعا بجيب فطير دقيق عادي، ده القمح اللي عندنا. بعمل اي انواع مخبوزات زي ما انت شفتوا، وانا عامله معاكم قبل كده الكحك والله العظيم بالدقيق العادي بتاعنا، اللي هو دقيق القمح العادي. ما انا ما بشتريش والله اي انواع دقيق. وزي ما انت هتشوفوا انا عملت كذا مرة طريقة الفطير بكذا طريقة، وعملت معاكم انواع المخبوزات بكذا برضه كذا نوع مخبوزات.
وعملت معاكم الكحك اخر مرة. طبعا وزي ما انتم شايفين يعني فطير، والله العظيم الفطير بيبقى عامل زي الجلاش كده، بيبقى حلو خالص وطري ومقرمش من بره زي ما انت هتشوفوا كده، ومورق وحلو. طبعا احنا هنعمل ايه الكمية زي ما انتم شايفين، هنعمل 4 فطاير فوق بعض، وهنحطهم على بعض كده ونسيبهم لغاية ما نخلص اخر واحدة، وبعد كده ناخدهم نفردهم على بعض فردة حلوة كده ونطويهم زي ما انت هتشوفوا. دي طريقة اول فطيرة، يعني طريقة سهلة خالص اي حد هيعملها. الحاجة دي الفطير ده احنا بنعمله عشان المبتدئين، البنات الصغيرين اللي لسه بتبتدي دي جديد. يعني هيبقى الطريقة سهلة معاهم خالص زي ما انتم شايفين. معلش التصوير، انا حاطه التليفون وبصور فالتصوير مش باين قوي، بس برضه باين ان انا بفرد الفطيرة زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنفرد الكمية كلها زي ما انت هتشوفوا كده. انا اول فطيرة دي هنعمل 4 زي ما قلت لكم 4 كور منهم، هنفردهم فردة حلوة. انا بفرد قدامكم زي ما انتم شايفين كده بالراحة، يعني مش مسرعة الفيديو ولا حاجة، على اساس ايه تشوفوا معايا الفرد ازاي والطريقة ازاي زي ما انتم شايفين. انا ما مسرعاش الفيديو، يعني بفرد بالراحة زي ما انتم شايفين. بس العجينة بتفرد معايا بسرعة، يعني سهلة خالص في الفرد، ما تتعبكيش ولا اي حاجة. طبعا احنا فردنا دي، هنحط عليها باقي البتاع زي ما انتم شايفين، ونفرد فردة حلوة خالص. معلش يا جماعة صوت البياعين اللي برا في البتاع. طبعا انا بصور قدامكم برا، انا قدام الفرن وبعمل وبفرد، فايه حاطه التليفون وبصور وبتكلم وانا بفرد برضه. طبعا زي ما انتم شايفين هفرد واحدة فوق واحدة كده لحد ما ايه نفرد الكمية كلها 4 فطاير، وبعد كده ايه هنطويهم طوية حلوة كده ونسيبهم برضه يرتاحوا، ما نفردهاش على طول على الصينية. طبعا هتبقى اكبر فطيرة دي، دي اكبر فطيرة معانا. طبعا هتفرد فردة حلوة. طبعا انا سبتها 5 دقايق هترتاح، وبعد كده ارجع ايه افردها ايه فردة حلوة. انا سبتها على كده 5 دقايق في ايه ترتاحت، على اساس اما افردها تفرد معايا زي ما انتم شايفين. والله ما خدت فردة خالص. بصوا طبعا بعد الطوية دي هنسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق ولا ربع ساعة لحد ما انا اخلص. طبعا باقي الفرد باقي الفطير اللي معايا. طبعا عملنا اول فطيرة، الفطيرة دي ب4 فطاير، هتبقى فطيرة كبيرة، اكبر فطيرة في الفطاير اللي انا هعملها. طبعا دي ده نوع قمح زي ما احنا قلنا، نوع قمح عادي، ولا نوع مخبوزات، دي مخبوزات ولا حاجة، ده دقيق قمح عادي زي ما انتم شايفين. دي اول فطيرة هنعملها ونطفيها. النص اللي لحد هنا يا جماعة فضلا وليس امرا يحط اللايك، فضلا وليس امرا حطوا اللايك يا جماعة. حبايبي الحلوين اللي دايما منورين ومشرفين حطوا اللايك. حبايبي الحلوين اللي دايما مشرفين ومنورين في القناة حطوا اللايك يا جماعة، فضلا منكم وليس امرا. اللايك مش هيكلفكم اي حاجة والله، يعني اللي هيحط اللايك مش هيتكلف حاجة خالص.
طبعا هنحط فطيرة جوه فطيرة زي ما انت هتشوف، ودي طريقة تانية مع غير الفطيرة الاولانية دي. هنحط فطيرة زي ما انتم شايفين جوه فطيرة اهي، فطيرة جوه فطيرة. هنعمل فطيرة 3 فطاير وفطيرة فطيرتين هتبقى يعني صغيرين زي ما انت هتشوفوا كده. طبعا انا فرد بالراحة معاكم، ما بسرعش الفيديو زي ما بتقولوا حبايبي اللي بيقولوا لي انت بتسرع الفيديو في الفرد، انا ما بسرعش الفيديو والله، بفرد بالراحة زي ما انتم شايفين. بفرد معاكم، لازم تفردوا من وسطاني الاول وتاخدوا لبره، تفردي وسطاني وتاخدي لبره، يعني مش تفردي من بره على طول، لازم تاخدي من وسطاني على بره كده في الفطيرة، من قلب الفطيرة لبره لحد الفطيرة ما تتفرد معاكي وتبقى ايه رقيقة. طبعا انا عاملة قطع الفطيرة صغيرة، فالفطيرة مش كبيرة، يعني مش احسن تقولوا ان انا مفردهاش حلو. زي ما انتم شايفين الصينية باينة من الفطيرة اهي. انا عاملاها رقيقة خالص، يعني فهي على قطعة الفطيرة قطعة العجينة صغيرة، فتبقى الفطيرة انا بفرداها صغيرة مش كبيرة. يعني انا الثلاث فطاير ديكم زي ما انتم شايفين بكورة من الفطير اللي الناس بتعمله، بس انا حبيت اعمل الفطير قطعة صغيرة. دي اخر واحدة هنعملها، اخر فطيرة. يبقى كده عملنا الثلاث فطاير زي ما انتم شايفين. بس بتفرد معاك بسرعة كيف، يعني تاخدي من جوه لبره من جوه لبره لحد ما تفردي الفطيرة. بصوا تاخدي من جوه لبره من جوه لبره، تفرد معاك بسرعة وتبقى رقيقة وفطيرة جميلة وحلوة. انا حبيت اوريكم، ما رضيتش افرد زي ما انا بفرد كده وبرفع كده ورق الفطيره، لان في ناس ما بتعرفش تعمل الطريقه دي. انا بوريكم طريقه مختلفه تاني، يعني كل مره بوريكم طريقه زي ما انتم شايفين. بصوا رقيقه زي ورقه الجلاش بالظبط والله. كده قاعده فطيره معانا، وكده خلصنا، نبقى خلصنا الفطير كله زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما نخلص خالص هنبتدي نفرد فيهم ونلم الفطير نحطه زي ما انتم شايفين. دي الفطيرة الكبيرة هنفردهم كده ونحطهم على الفرن. طبعا الفرد والله ما بياخد وقت معاكي، احسن من شراء خالص، من شراء بره. يعني شوف هتشتري الفطيرة بكام من بره، تكلف معاكي كام. انا زي ما انت شفتوا خدت معايا حوالي كوبايتين سمنة لثلاث فطاير، يعني ما خدوش سمنة كتير، كوبايتين سمنة بكوباية الشاي، مش كوباية كبيرة، كوباية الشاي اللي انت شفتوها الصغيرة دي، كوبايتين سمنة بيها خدت الثلاث فطاير. وانا زي ما انتم شايفين ولا حطيت قشطة ولا حاجة، سمنة بس. وادي الثلاث فطاير زي ما انتم شايفين حطيناهم في الفرن، نشوفهم منتفخين كيف، عاملين زي البالونات. طبعا انا ولا بحط ورق ولا بحط حاجة على الفطير زي ما انتم بتشوفوا. وادي الفطير معانا مورق وحلو زي الجلاش والله. وما تنسوناش يا جماعة باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وكده الفيديو يبقى خلص، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.